يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا على قلوب حبايبي كلهم. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل معايا النهارده. طبعا انا داخله المطبخ ادور اجهز اكل ايه. يجي اسامه ابني الصغير قال لي يا ماما استني استني انا هجيب لك حاجه تعمليها. قلت له ايه هي يا اسامه؟ قال استني هجيب لك كيس من الفريزر عايزك تعملي لي منه كتير كتير كتير. استنيته وجاب لي الكيس ده مليان اكياس كياس كياس. طبعا انا برضو عايزه اعرف ايه الكياس دي، بس من الريحه طبعا عرفت. اكيد وانتوا كمان عرفتوا. فتحت اول كيس ونزلت بيه على الصينيه. سمك. هنعمل سمك النهارده يا اسامه. اه يا ماما زي ما انتوا شايفين كده. والنبي يا ماما والنبي والنبي انا عايز اكل سمك من ده، انا بحب السمك. قلت له يعني لسه هننضف يا اسامه ولسه هنجهز. عشان خاطري يا ماما انا هساعدك. وراح مشمر كمه زي ما انتوا شايفين. وابتدى الاستاذ اسامه هيجهز معايا الاكل. طب يا ترى يا اسامه انت هتعمل ايه؟ استني يا ماما انا هجيب لك المقص وهجيب لك الصينيه اللي هتعملي عليها السمك. السمك هيوجع قلبي يا وسام. وصممت واقول له يا اسامه السمك هيتعبني. يقول لا احنا عايزين ناكل سمك يا ماما. المهم قلت له يلا بينا يا اسامه ننضف السمك، وان انا عارفه ان يوم السمك ده يبقى يوم ما شاء الله عليه. لو اول مره تتابعيني واول مره تدخلي قناتي، معاكي الشيف ميسة من مطبخها البسيط. ايه ده يا ميسة؟ ايه البسارية؟ طب جايب بسارية ليه يا وسام؟ البسارية دي بقى قصة تانية خالص ومكان تاني خالص. طبعا ده الجمبري اللي بنقول عليه ايه، جمبري الغلابة. ده الجمبري حبيبنا اللي احنا بنعمله جنب الاكل. انا بقى بكمل بيه جنب السمك، لان انا عندي ولادي بيعشقوه جدا جدا جدا. بحط عليه التتبيلة ما شاء الله عليه وبناكله جنب السمك. وجيت هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، أسامة ابني عمال يجيب الكاميرا ويوديها ويجيبها. بتعمل ايه يا أسامة؟ بيقولك أنا بصورك. واقف فوق المطبخ بيصور فيا. ربنا يهديك يا أسامة، والله العظيم في اليوم ده أنا كنت تعبانة جدا جدا يعني. ربنا عالم ومش عارفة أقول لكم ايه. المهم تعالوا نشوف احنا عملنا أكل. شايفين أسامة هو اللي ماسك الكاميرا وعمال يلعب بيه. يا أسامة ربنا يهديك اقفل الكاميرا. مفيش اقفل الكاميرا. المهم جيت هنا قلت أعمل الرز كده بسرعة لأن أنا بحب أعمل الرز. وتعالوا بقى نشوف السلطة ونشوف تتبيلة السمك الحلوة دي. شايفين الخس جميل، بنتي كانت لسه جايباه من السوق قبلها بيوم ما شاء الله عليه. والليمون. طبعا انت عملتي هنا في تتبيلة السمك يا ميسة عندي لوكا بنتي الصغيرة قاعدة عمالة تنقرني وتلعب معايا من ورا الكاميرا وتنادى علينا. قلت لها استني يا لوكا ماما تعبانة خلينا اخلص الغدا النهاردة الله يبارك لك. عملنا تتبيلة السمك عبارة عن الخضار والفلفل والثوم والبصل والكزبرة والكمون والخل والليمون زي ما انتوا عارفين ومتعودين. هنا بقى بدأت أنزل بالتوابل. حطيت الكمون وحطيت الكزبرة وكل جميع التوابل. انت عندك غية ميسة تاخدي من الأكياس ما تحطي في البرطمانات. والله العظيم بحط في البرطمانات، ولادي بيحطوا حاجات كتير كده بيلخبطوني. مبقاش عارفة ايه اللي محطوط من كتر اللي هما بيحطوه. المهم هنا طبعا هننزل بالبهارات كلها. لو وصلنا لغاية هنا صلوا على النبي يا جماعة. تعالوا نصلي على النبي ونذكر الله ونكمل الفيديو. وزي ما انتوا شايفين كده احنا خلصنا الخلطة الجميلة دي ونزلت بيها في الطبق. ما شاء الله عليها. اذا شفتوا اللون الاحمر عامل فيها ازاي جميل وتحفة. ما شاء الله عليها. وهنا بقى بشرنا الجزر عليها ونزلنا تبشير الجزر. ورجعت شلتها من الطبق حطيتها تاني في الكبة. شايفين ما شاء الله. هنبتدي هنا بقى نحمر السمك. يلا يا ميسة نحمر السمك. نزلنا بكمية الزيت اللي احنا نحمر فيها السمك في الصينية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الصينية دي جميلة جدا جدا يا حبايبي لو عايزين نعمل اي حاجة. والسمك نضفناه زي ما انتوا شفتوا كده. احنا جبناه طبعا اول ما اسامة دخل عليا بيه من الفريزر. وهنا نضفناه ما شاء الله عليه. اسامة طبعا مصمم ان هو اللي يصور، فهو عمال يصور بقى ايه اي حاجة في اي حاجة. المهم هنا بقى نزلنا بالسمك في الدقيق وقطعناه كده من الجوانب عشان يستوي معانا بسرعة. ونزلنا في الصينية. كان لسه الزيت ما تسخنش قوي.
جيت استنيت شوية وبعدين حطيت السمكة التانية، ابتدت كده بقى خلاص ان هي ايه تغلي مع بعضها زي ما انتوا شايفين الزيت كده. معلش بقى استحملونا على التصوير لان قلتلكوا اسامة هو اللي بيصورني، هو مصمم ان هو يصور الفيديو ده. المهم نزلت بالسمك ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. العيال جننوني اقسم بالله جننوني في اليوم دوت. اقول لهم طب خلوني اقلي السمك، مفيش. اللي تقولك ان انا هعمل معاكي، واللي تقولك مش عارفة عندي تتبيلة جديدة، واللي المهم هنا طبعا بنزل بيه في الدقيق عشان اول ما السمك اللي انا حطيته يتقلي ارجع احط غيره. ونزلنا هنا بالسمك الجديد ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. كان طعمه جميل جدا وطعمه تحفة 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 زي ما انتوا شايفين. كانت تتبيلة بنتي قالت لي اعملي فيها يا ماما، بصراحة انا مرتحتلهاش يعني مش كل التتبيلة. فجيت انا بقى حطيت الدقيق بتاعنا حبيبنا كده وبدأت اقلي، ورحت واخدة السلطة ونازلة كده قاعدة في الارض جنب البوتاجاز، وقلت لهم سيبوني بقى اعمل السلطة مع نفسي. قطعت هنا الخس طبعا والخضار، وابتديت بقى ان انا اقطع في الطماطم. ما قلت لكم استحملوا الفيديو ده لانه كله تصوير اسامه. وجينا هنا السمك ما شاء الله بدأ يتقلي ويتحمر زي ما انتوا شايفين. طبعا شلنا طبعا من السمك ورجعنا حطينا تاني. كل ما ايه كل ما نحط 3 سمكات يستوي نرجع نحط غيرهم. وانا قلت طبعا واحنا بنقلي في السمك اعملي السلطه يا ميسه، اعملي اي مصلحه بدل ما تدانك تتخانقي انت والعيال مع بعض لغايه ما السمك يتقلي يبقى انا خلصت خالص. المهم ما شاء الله اللهم صل على النبي. احنا عندنا بصوا يعني السمك ده العيش، السمك ده الاكله الحلوه الروتينيه كده الجميله اللي في البيت. اللي يوم ما بنعمله يبقى البيت كله محضر، اللي بيحضر الحاجه الساقعه واللي بيحضر الطحينه واللي بيجيب الشيبس على حسابه واللي بيعمل السمك. طبعا انا اساس السمك على حسابنا انا وابوهم اساسي ده، يعني احنا ابوهم يجيب السمك وانا اعمل السمك، ويبقى واحد فيهم يجيب الحاجه الساقعه والتاني يجيب الطحينه واللي يجيب الشيبسي. وهنا ابتديت ان انا اقلب السمك زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. هو السمك كان وسط بس كان جميل جدا 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 وتحفة طعمه مش قادرة اوصف لكم، يعني اللهم صل على النبي بصراحة. طيب بعد السمك هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف بعد قلية السمك احنا عملنا ايه.